وبيبدا الفيلم بارجان اللي بيركب الطياره وبيقعد قصاد الست دي، بيقول لها ازاي؟ بتقول له تمام. بيقول لها هو احنا نعرف بعض او شفتك في مكان قبل كده؟ هو انت ممثله او مذيعه؟ بتقول له لا. بيقول لها طيب مشهوره على السوشيال ميديا؟ بتقول له برضه لا. ابنها بيقول لها مين ده يا ماما؟ بتقول له بعدين يا حبيبي. ارجون بيخرج التليفون وبياخدها صوره من غير ما تاخد بالها. الطياره بتطير بيهم. بيقول لها مش انت برضه اللي فضحتك كانت بجلاجل والفيديو بتاعك طلع ترند؟ بتنصدم اكتر. بيقول لها بص بقى، يا اما تراضيني يا اما هتزعلي مني. ابنها بيقول لها ماما انا هروح الحمام. بتقول له روح يا حبيبي. بيروح. بتقول له بص بقى يا اسمك ايه، انا غلطت ودفعت ثمن الغلطه دي، ودلوقتي انا ست متجوزه ومعايا طفل، وما تقلقش لو هتهددني وتقول له جوزي عارف كل حاجه. بيقول لها حتى لو يعرف. الواد بيرجع من الحمام. بيقول له تعالى يا حبيبي في فيديو لماما لازم تشوفه. بتقول له ابوس ايدك. لا. بيقول لها يبقى تنفذي اللي انا عايزه. بيروح يقعد جنبها. هو بيحط البطانيه دي عليها. الست بتبص حواليها بتلاقي كل اللي في الطياره نايمين. بيقول لها محدش فيهم هيصحى، اصل انا ابويا وزير وكل اللي في الطياره دول حطيت لهم من اول. عايشه معايا اللحظه بقى. بيقرب منها وبكون خلاص هيلمسها، ولكن بيمسك ايديه اللي ما بيرحمش يفرتكها. رجالته بيطلعوا من كل ناحيه من الطياره وبيمسكوا رجاله ارجون. ومين ده اصلا اللي ماسك ارجون يا صديقي؟ الكذاب المثير، الشلاط الكبير، المغواره التي بقدراته هيتعبنا من كتر التفكير. يا ترى ده حقيقي ولا تمثيل؟ سنجاب بيفضل ماسك ايديه واللي بيقرب من رجاله ارجون بينهيه. ابلع على يخلص عليهم واحد ورا التاني واخر واحد ما بيلمسهوش، بس برضه بيطير له فوق. تحس كده انه بيجامله يا صديقي. المهم حموده بيقوم له تاني، هي واحده في الثانيه بينهيه. بيبص على الست هو بيقول لها انت كويسه يا ست الناس؟ بتقول له بخير يا اخويا. ارجون بيخش عليه ولا بيلهيه. هي بنيه في الثانيه بيرقدوا على رجلين الست، وسانجاي بيدوس على ايديه. برضه رجالته بفوق تاني. يا ابني انتوا مش قادرين عليها اولاني، عايزين ايه تاني؟ ارجع يا حماده. بيخبط فيهم، ولكن المره دي التخبيط بيكون بزياده، واللي مش عاجبه بيشربوا ساده. مره واحده كلهم بيتلموا عليه، هو بيحوطهم من كل اتجاه. تفتكر ان ده هيفرق معاه؟ هو لها معاه صديقي. لا والله، بيلف ايديه بكل سهوله بيجيبهم كلهم على الارض. دي مش قوه جسد قد ما هي قوه كدبه صديقي. عمرك ما شفت واحد من كتر ما هو كداب تحس انك هتفرقع؟ لو ما شفتش اديك شاف، ولو شفته ده بقى اخوها صديقي. المهم بيخلص عليهم، واخر اتنين بيمسك واحد بايديه والتاني بالايد التانيه بسرعه البرق، بيشيل ايديه من الجاكيت وبيخبط التاني بيها. بيرجع ايديه تاني للاولاني وبيخلص عليه بالايد التانيه. بيرجع تاني لارجون وبيقول له اللي حصل ده مضيها، وده الحاضر اللي انت عايش فيه، ولو فكرت تاني تقرب ناحيتها هكون شايل الرقبه دي من على الجسم ده. وبيرجع تاني على الكرسي بتاعه. هو ده سنجاي يا صديقي، من كتر الفلوس والذهب اللي معاه سموه اسكندر. عايش حياته مش علشان يحمي ويساعد الناس الغلابه. وتعدي الايام وتفوت الاسابيع. واحد من رجاله الوزير بيروح له وبيقول له امرني معاليه. بيقول له مفيش اخبار عن الواد ده؟ بيقول له لا يا ريس، بس ادينا شغالين. بيشيل الطبق وبيهبده على دماغه. بيقول له شغالين مين؟ هو انا بقول لك عايزين نبني مصنع؟ الواد اللي بتدوروا عليه بقالكم اسبوع ده ضارب ابني. عارف يعني ايه ضرب ابني قدام الناس كلها في الطياره؟ عارف يعني ايه ابن الوزير يتضرب برجالته في الطياره؟ بيقول له عارف معاليه، ادينا بندور عليه. بيقول له تقلب الدنيا عليه النهارده قبل بكره تكون لاقيه. بيقول له امرك يا ريس. في الوقت ده المفتش بركاش بيقول لرجالته ابن الوزير اتضرب في الطياره، ومحدش يعرف مين اللي ضربه، ولكن في نفس الطياره كان موجود سنجاي، وسنجاي معروف بشهامته، كان قاعد على كرسي رقم 3. احتمال كبير يكون هو اللي ضرب ابن الوزير. هاتوا لي الملف بتاعه. واحد من الرجاله بيجيب له الملف. بيقول له بلاش يا ريس، انت لسه جديد هنا وما تعرفش مين هو سنجاي، اسمع منه وبلاش تخط ناحيه بيته. بيقول له ليه عنده كلاب بيعضه؟ بيقول له يا ريت كلاب يا فندم، هنتهزق تهزيق عدم. بيقول له عندك حق، انا جديد عليكم، انتوا ما تعرفونيش كويس، هات 6 من الرجاله وحصلني. وفعلا بيسحب رجالته وبيروح على بيت سنجاي. بينزل قدام البيت بتاعه، ما بيكونش بيت عاده صديقي، بيكون عباره عن قصر من افخم واجمل القصور في العالم. بيخش جوه، بتخرج له مراته سايشري. بتقول له ازيك يا فندم؟ بيقول لها تمام، فين جوزك؟ بتقول له لما عرف ان حضرتك عايزه طلع بره وتقريبا راح لك الساق. بيقول لها خلصانه هروح له. بتقول له طيب استنى هبعت الرجاله يوصلوك بعربياتنا، لان العربيه اللي انت جاي فيها مش هتقدر ترجع بيها تاني. بيقول لها اشمعنى؟ حاطط صباعي في بقي، انا بعرف احمي نفسي واحمي حاجتي كويس. بتقول له مش تقليل منك ولكن خوف عليه، انت ما دخلتش بيت مجرم، انت دخلت بيت اسكندر وما ادراك من اسكندر. بيقول لها كتري له العيش والحلاوه يا مرات اسكندر، وبيسيبها ويمشي. بمجرد ما بيخرج بيبص من فوق بيلاقي شعب ملوش اول من اخر واكلين العربيه مش مكسرينها يا صديقي. بيكون في منتهى الصدمه، ومساعد بيقول له ما انا قلت لك يا ريس بلاء، الناس دي كلها مستعده تضحي بروحها علشان سنجاي. سنجاي بالنسبه لهم الملاك اللي ما يقدروش يعيشوا من غيره، عايشين في خير وياما عمل علشانهم. ولو عايز نمشي من هنا بجد وننفد بارواحنا اسمع كلام مراته وخلينا نروح في عربياتها. وفعلا ما بيقدروش يخرجوا بره المكان الا بعربياتهم. وبركاش بيوصل للقاس، بمجرد ما بيخش جوه بيلاقي القائد بتاعه وقائد القائد بتاعه قاعدين كلهم مع سنجاي. واحد من القاده بيقول له بعد اذنك يا سنجاي. بيروح لبركاش وبيقول له يا ابني انت اتجننت ازاي يعني تروح له بيته بلبسك الميري؟ بيقول له مين هو ده اصلا يا فندم علشان ما اروحلوش بلبس الميري؟ ده مواطن زيه زي اي مواطن، وانا ظابط حقق اروح له واحقق معاه في اي وقت، طالما مشتبه في جريمه يبقى زيه زي اي مجرم لحد ما تبان الحقيقه. سنجاي بيشاور لواحد من رجالته وبيقول له اخرج طمن الناس بره، وقول لهم سنجاي بيقول لكم اهدوا. وفعلا واحد من الرجاله
الرجاله بيخرج بره بيلاقي الشعب كامل مستنيها. القائد بيقول للظابط اسمع مني وبلاش تكابر. بيقول له امرك يا فندم. القائد بيرجع لسنجاي وبيقول له احنا اسفين على اللي حصل يا سنجاي. بيقول له لا ما حصلش حاجه. يروح لبركاش اللي بيقول له اللعبه ما خلصتش لسه هتبدا، ولو في ظهرك القاده بتوعي فانا في ظهر قائدهم كلهم. بيقول له مفيش حد في ظهري يالا، انا حطب واخر واحد اتحداني اتخطب لانه ما ينفعش راجل تاني. انا ما اعرفش القاده بتوعك دول عرفوا ازاي ان انا جيت هنا، ولكن انا بطولي وانت واللي في ظهرك مش هتعرفوا على سكه تجوني. وبيسيبوه يمشي. على بالليل سنجاي بيروح بمراته فرح واحد من الشعب، وواحد من رجاله مراته بيتصل بيها بيقول لها في بلطجيه على الطريق وتقريبا كده مستنيينكم تعدوا، وانتوا راجعين من الفرح خلوا بالكم وهاتوا معاكم رجاله بزياده. بتقفل معاه وسنجاي بيقول لرجالته خلاص احنا هنمشي، خليكم انتوا هنا افرحوا وتعشوا وانا هروح وما تتاخروش الصبح. ها سيشري بتقول له بلاها خليهم يجوا معانا. بيقول لها اركبي. وهم في الطريق بيقول لها مال. بتقول له ما فيش. بتفتح التليفون بتاعها وبتبعت رساله لواحد من رجالتها بتبعت لهم اللوكيشن. سنجاي بيستغرب عليها وبيقول لها لا انت مش عجباني خالص النهارده. بتقول له ابدا. ايوه صح انت ما كملتليش قصه جدك التالت. بيقول لها بصي انا كل اجدادي واحد يموت منهم ابنه يكمل من بعده اللي ابوه عمله، لا وكمان يطور فيه. عندك يعني جد الخامس كان شغال عامل في منجم دهب، ابنه بقى شغل دماغه واجر منجم دهب، اللي بعده امتلك منجم دهب، واللي بعده عمل 6 مناجم دهب، اللي بعده بدا يساعد الناس وبرضه شغل مناجم الدهب. وفضلنا كده لحد ما الحكايه وصلت عندي انا. ابويا ساب لي مناجم كتير وانا زودتهم اكتر لحد ما بقى معايا ربع الدهب اللي في الهند كلها. هو الكذب بفلوس اكذب يالا كلنا لها. المهم بيوصلوا عند سكه القطر اللي بتكون مقفوله. صديقي بيبص على مراته بيلاقيها في سابع نومه، وهو بيلاقي البلطجيه دول طبين عليهم. بينزل من العربيه بالراحه هو بيقول لهم نضرب من غير صوت، المدام نايمه يا كلاب يلا تعالوا. بيخشوا عليه غلبانين ما يعرفوش ان اللي قدامهم سيد الكدابين. لا بجد سلمان مزودهم يا صديقي حبتين. اللي بيلمسوا بيدفنوا في الطين. وسيشري ما بتكونش اصلا نايمه وما بتكونش مصدقه ان جوزها وحش مهين بيكسر في عظمهم بكل غباء ولا حد فيهم بيفرق معاه. بتيجي مجموعه تبعهم تاني من السلاحين ابوهم خلاص يضربوا، ولكن بيبصوا الناحيه التانيه بيلاقوا كميه رجاله مهوله رافعين عليهم سلاح. بيكونوا هم رجاله مراته يا صديقي اللي رافعين السلاح عليه بيجروا. وسنجاي بيستغرب وبيرجع على العربيه تاني ومراته بتغمض عينيها ولا كانها عملت حاجه يا صديقي. زوجه مثاليه بعتت رجالتها علشان يحموه من غير ما ياخد باله، لان سنجاي بالنسبه لها مش زوجه يا صديقي، بالنسبه لها ادمان ممكن تعمل اي حاجه علشان لان سنجاي يستاهل، ولكن لحد دلوقتي مش عارفه تجيب له البيبي اللي بيتمناه، رغم انه سنجاي مش محسسها باي نقص فيها وبيعاملها احسن معامله ومقدر وعارف قيمه الست اللي معاه. تاني يوم بياخدها بره وبيعمل لها كميه مفاجات مهوله والاتنين بيكونوا في منتهى السعاده. في الوقت ده الوزير بيحتفل بعيد ميلاد ابنه ارجون، وطبعا حاضر في المكان ووزراء وسفراء وفرش مناصب مهمه قوي في الدوله صديقي. المهم الوزير بيكون في منتهى السعاده بابنه، وهوب مره واحده بتيجي رسائل لكل الناس اللي في المكان، كل واحد بيمسك تليفونه وهو بيفضلوا يبصوا ويضحكوا على ارجون. الوزير بيقول ايه اللي حصل؟ بياخد تليفون واحد من رجالته وهو بيبص بيلاقي فيديو ظاهر لكل الناس، والفيديو صديقي الابن وهو بيتفرم في الطياره. بيغضب وارجون بيقول له استنى يابا خليني اوريك شكل ابن الهرمه اللي ضربني. بيقول له الحيوان شايل وشه من الفيديو هيثبت لك انه خايف مني، بس على مين؟ ورحمه امي لاكون جايبه في شوال. في الوقت ده سيشري بتكون عامله اختبار حمل وخايفه تبص عليه ليكون زي كل مره. بتجمد قلبها وبتبص واخيرا بتلاقيه شرطتين اكيد ما نجحتش في امتحانها صديقي. دي حامل. بتروح جاري لسنجاي وبتفضل تصحيه من النوم. بتقول له قوم. بيقول لها في ايه؟ وهو بيسمع صوت زعيق بره. بيقول لها استني الظاهر ان في حاجه حاصله تحت. بيلاقي واحد من عمال المنجم بيقول اقتلوني انا مش همشي الا لما اقابل سنجاي بيه. ده سنجاي باشي. بيقول له دالا دخلوه. بيدخلوه. بيقول له ها مالك في ايه؟ بيقول له انا مش عارف ابدا لك منين وازاي يا ريس، بس انت لازم تعرف من يومين في واحد جاني في المنجم وقال لي انا عايز منك متفجرات من اللي انتوا شغالين بيها لاني عندي حبه بيوت اشتريتهم وعايز اوقعهم كلهم مره واحده. انا قلت له لا المتفجرات دي ما بتتباعش الا بتصريح. قال لي عارف بس انا عايزك تجيب لي اللي انا عايزه وخد يا سيدي 100,000 اهو. انا لما شفت الفلوس قدامي ضعيف وقلت مش هيعمل حاجه غلط ولا هيأذي حد بالمتفجرات دي، بس اكتشفت ان ابن الهرمه ضحك عليا وهيفجر اماكن في البنجاب. بيقول له انت بتهزر صح؟ يعني انت بعت القنابل للارهاب اللي فجروا المنطقه اللي في البنجاب؟ بيقول له ما كنتش اعرف. بيقول له انت عارف في ناس قد ايه ماتوا بسبب طمعك؟ بيقول له سامحني. بيقول له انت تعرف مكان ابن الهرمه اللي خد منك المتفجرات ده؟ بيقول له عارفه. بيقول له تعالى معايا. بيروح على هناك وهوب مساعد الشرطه ده بيتصل بسايشري. بتقول له كويس انك اتصلت كنت لسه هتصل بيه. بيقول لها مصيبه الظابط هنا عارف ان المتفجرات اتاخدت من عند سنجاي، ولو الواد اللي خد المتفجرات ده هرب او اتقتل سنجاي هيلبس الليله. بتقول له مستحيل هخلي حد يلمس شعره منه. بتنزل جري ورا سنجاي ولكن بيكون مشى يا صديقي. بتاخد عربيه وبتروح جري وراه. سنجاي بيخش جري على الارهاب برجالته واللي بيقابله بيهريه، اللي بعديه يحصل اللي قبليه بينزل تخبط فيهم بكل حرفيه واللي بيقابله بيحطه تحت الحنفيه. ابلع على اللي بعده رهناها سعد. مراته بتحضر في المكان وبتفضل تنده عليه علشان تقول له ما يقتلش دليل براءته. سنجاي بيخلص على اللي في ايديه هو بيروح لها وبياخدها بالحاضر ورجالته بيحضروا باللي خد المتفجرات. سيشري بتقول له بص خد الواد ده سلمه للشرطه وفهمهم كل اللي حصل لان الواد ده الوحيد دليل براءتك. بيقول لها ما تشيليش هم حاجه وانا هروح اخلص الموضوع وهرجع لك على البيت مش هتاخر. بيوصلها العربيه ولكن وهم في الطريق بتكون واخده طلقه في بطنها صديقي ومش راضيه تبين لسنجاي. بيركبها
العربيه، وهو بيروح يركب عربيته ويمشي. بيحس من نظراتها ان في حاجه غلط بتحصل، ولكن بيكدب احساسه وبيمشي. بيروح على المحكمه، واحد من رجالته بيتصل بيه يقول له يا ريس عملت ايه؟ بيقول له اهو خلاص قربت اخلص، انت فين دلوقتي؟ بيقول له في المستشفى. بيقول له ليه؟ ايه اللي حصل؟ بيقول له ما فيش، واحد من الرجاله اتعور بنضف له الجرح بس وهنمشي. بيقول له خلاص انا هخلص وهجي لك على المستشفى. بيقفل معاه، واللي بتكون في المستشفى بين الحياه والموت هي مراته يا صديقي. الصبح بيطلع ومراته بتتوكل على الله تموت. نسوان المنطقه بيروحوا جري لسنجاي في اسم الشرطه، ما بيكونش مصدق، هو بيروح جري على المستشفى. بيشوفها قدام عينيه ميته، هو بيكون في منتهى الصدمه. بيخرج بره وبيفتح الرسائل اللي بعتها له، بيلاقيها بعتها له اختبار الحمل، حالته بتتدهور اكتر. بيعيش اسوأ ايام حياته ومراته ما بتروحش من على باله. بيفتكر يوم ما كانت قاعده مع الدكاتره دول، بيقول لها مين دول؟ بتقول له دول دكاتره انا وهم بنساعد الناس اللي ما بتقدرش تعمل عمليات كبيره، الناس اللي عايزه زرع اعضاء بنزرع لها والدنيا بتمشي يعني. بيقول لها هو في حد بيتبرع باعضاء؟ انا اعرف ناس تتبرع بدم، بذهب، بفضه، بفلوس، انما اعضاء دي جديده عليا. والله نفس الفكره يا سنجاي يا اخويا، انا اعرف في ناس تضرب 1 2 3 10، انما الجيش دي ما حدش عملها غيرها. المهم بتقول له صعب حد يتبرع، بس في ناس كتير قوي محتاجه، وانا على قد ما اقدر بساعد. مش لوحدك بتحب تعمل الخير، بس انا بعمل على قدي، وامنيه حياتي اعالج ناس كتير. بيخلص تفكير، هو بيتصل بواحد من الدكاتره، بيقول له ايه الاخبار يا دكتور؟ بيقول له كله تمام، في 3 محتاجين عمليات كبيره قوي وحالتهم خطر. بيقول له مين دول؟ بيقول له هبعت لك عنوانهم وكل تفاصيلهم، بس ما تعرفش حد اني قلت لك فيها صاحب رخصتي دي ها؟ بيقول له عيب عليك ما حدش هيعرف. تاني يوم الصبح بيسافر على مومباي، وبيوصل هنا بيخرج على المحطه، واحد من رجالته بيقول للتاكسي ده فاضي؟ بيقول له فاضي يا اخويا، انتوا ما شاء الله كتير قوي، عايز لكم 3 عربيات، رايحين فين كده؟ بيقول له هقول لك في الطريق. بيقول له رحله مفتوحه يعني. طب بالصلاه على النبي كده كله تاكسي فينا هياخد 450 روبيا. بيقول له يا ابني مش هتفرق. بيقول له لا هتفرق، انا عارف اشكالكم كويس، تقولوا لنا مش هتفرق واما نوصلكم تطلعوا عننا في الحساب. بيقول له لا ما تخافش اركب. بيركبهم وبيوصلهم، بيقول لهم يلا بقى جه وقت الحساب، انا عارفكم هتفضلوا تفاصلوا كتير ولذلك قاعد لكم. سنجاي بيطلع له رزمتين، بيقول له ايه ده؟ استنى يا معلم يا ريس، طب بص انا مستنيك مش هتحرك من هنا لحد ما ترجع، هفضل خدام تحت رجليك ومش عايز فلوس تاني. سنجاي بيخش المنطقه اللي فيها ال3 محتاجين عمليات، بيلاقيها عباره عن مقلب زباله. بيفضل يسال على عمار لحد ما بيوصل له صديقي. بيقول له انت عمار؟ بيقول له ايوه يا عمار. بيقول له فين امك وابوك؟ بيقول له والله انا طلعت في المنطقه دي لا عارف مين امي ولا مين ابويا. بيقول له ليه قاعد من غير هدومك؟ بيقول له لاني مش معايا هدوم اصلا. بيقول له طب ايه رايك انا هجيب لك هدوم؟ بيقول له بجد؟ طب وزمايلي في كتير شبهي محتاجين هدوم. بيقول له يا عم هجيب لهم معاه. بيقول لهم يا عيال تعالوا عمو هيجيب لنا هدوم بالكوم. وفعلا بياخدهم على افخم مطعم فيك يا هان، بياكلهم وبيلبسهم وبيفسحهم، بيكون ناقص بس يا صديقي يرضعهم. بيرجعهم تاني على المنطقه، والاطفال كلهم بيكونوا في منتهى السعاده. بتقابلهم دكتوره من دكاتره المستشفى اللي في المنطقه، وبتقول لهم ايه الضحك ده كله؟ هحسدكم. عمار بيقول لها سنجاي خدنا وفسحنا واكلنا وجاب لنا هدوم، شايفه الفخامه بالنضاره؟ سنجاي بيقول لها ايه اكتر حاجه الناس بتشتكي منها هنا؟ بتقول له رئتين يا فندم، ومفيش اي علاج ماشي مع الناس، لان المشكله اللي بتتعب الرئتين عند الناس في المنطقه موجوده ومحدش لا قادر ولا عارف يحلها. بيقول لها مشكله ايه؟ بتقول له المزبله اللي هنا. بيقول لها هي المزبله اللي عامله الدخانه دي في المنطقه كلها؟ بتقول له الظاهر انك اول مره تيجي هنا، تعالى ورايا، شايف الزباله دي كلها بتتحرق هنا كل يوم، اكتر من 360 حاله وفاه سنويا بسبب الزباله دي، واغلبهم بيكون الرئتين. لو خدتك لفه في المنطقه هتلاقي الناس كلها حرفيا مش عارفه تتنفس، وفعلا بتاخدوا لفه في المنطقه ناس كتير قوي مش عارفه تتنفس من دخانه الزباله يا صديقي. بتقول له زي ما شوف حتى عمار رئتين وتعبانين من الدخانه دي. بيقول لها وليه ما حدش متكلم على الزباله دي؟ بتقول له الزباله دي ما بترميش هنا من يوم ولا 2، من 7 سنين فاتوا في واحد اسمه فيرات رجل اعمال كبير قوي في البلد، خد حته الارض اللي زباله مومباي بتترمي فيها، بنى على حته الارض دي مشروع كبير قوي، واشترى نص الارض اللي قدامك دي وخد النص التاني بدراعه، وبعلاقاته طبعا مشى الدنيا وطلع اوراق رسميه بحرق الزباله هنا. لما الناس طلعت اتكلمت معاه قال لهم خلاص ادوني الفلوس اللي انا دفعتها في الارض وانا هسيب الارض وامشي. وطبعا الناس هنا كلها غلابه وما حدش معاه حق شبر في الارض دي. يقول لها الغلابه هم اللي غلطانين لانهم باعوا اراضيهم وبيوتهم لواحد زي ده، لكن كل مشكله وليها حل. ينزل تحت الدكتوره بتقول له يعني انت ممكن تساعد الناس دي، تقدر تمشي فيرات من الارض؟ يقول لها مش ممكن. ده اكيد. خد يا فريد خد الفلوس وارميها للي اسمه فيرات ده في وشه وخليه يشيل زبالته من المنطقه ويمشي من هنا. عمر بيقول له انا بحبك قوي يا اخويا. بيقول له من هنا ورايح هتعرف تاخد نفسك براحتك من غير دخان، يلا سلام. هو بيسيبه ويمشي. بيروح على بيت الدكتوره فيدهي، باباها بيفتح له الباب بيقول له انت مين يالا؟ ام فيدهي بتقول له اكيد ده الدكتور اللي جه في المستشفى. بيقول له ايوه يا عم انا الدكتور سنجاي. بيخش جوه وفيدهي بتحضر في المكان، بيبص على عينيها اللي بتكون نفس عيون المرحوم، خلاص هتتجوز. طب استنى المرحومه تتم ال40. المهم بتقول له ازيك يا دكتور، عارفه ان عم الحاج زعلان مني بس كان غصب عني، كنت مشغوله قوي في المستشفى، في حاله خطر في المستشفى بالكوم، مش عارفه اعمل ايه ولا ايه بالظبط. بيقول لها عادي ما حصلش حاجه. بيشاور لواحد من رجالته بيجيب له ربطه الذهب دي، يقول لها يا ريت تقبلي الهديه البسيطه دي مني. مامتها بتقول لها خديها خلي العرسان تجيلك. بتاخد الذهب منه وبتكون في منتهى السعاده. بيسيبهم ويمشي وبيروح على مستشفى المنطقه، بيلاقي الست دي بتعيط وجوزها بيحاول يهديها. سنجاي بيقول للدكتور ليه الست دي بتبكي؟ بيقول له لان بنتهم تعبانه قوي ومحتاجه دكتور يعمل لها زراعه قلب وخلاص ما فيش وقت، محتاجين دكتور يجي دلوقتي.
ومستحيل دكتور يجي من بره علشان يعمل عمليه دلوقتي. سانجاي بيسيبه وبيخش لها الاوضه، بيحط ايديها على دماغها، مش بيقيس حرارتها يا صديقي، قال يعني بيديها البركه. بيخرج تليفونه وهو بيتصل باكبر دكاتره فيك يا عالم، بيحضروا في المستشفى وبيعملوا معاها اللازم. بيخرج لدراعه اليمين بره وبياخدوه وبيمشي من المكان. الوزير بيكون معاه ندوه في باي، وسانجاي بيعدي من هنا بيشوف صورته، وبرضه واحد من الشرطيين اللي واقفين بيشوفه. بيقول لارجون في اللاسلكي ارجون بيه، سانجاي اللي احنا شاكين فيه ان هو اللي ضربك في الطياره قدام اهو. بيقول له قول لي اللي على الكاميرا يجيب الكاميرا عليه، وفعلا بيشاور اللي بتاع الكاميرا وبيوجه عليه. الوزير وارجون بيشوفوه، وارجون بيقول له هو ده وقفه. سانجاي بيهرب من المكان، وارجون بيسحب رجالته وبياخدها جري وراه. بيطلع ازازه المولوتوف دي وبيفضل يرمي عليه، مش ازازه واحده، ازاز يا صديقي، ولا ازازه بتيجي فيه. سانجاي بيفضل يجرجر فيه لحد ما بيقرب من مفترق الطرق ده. بيوهم انه هيخش يمين ولكن بيخش شمال. سواق ارجون بيتزاول وازازه المولوتوف بتكون في ايديه، بيقع بيها جوه العربيه، والسواق بيتزاول اكتر بيخش في السوق. العربيه بتتقلب وبتنفجر بيهم يا صديقي. سواق التاكسي بيكون في منتهى الصدمه، وسانجاي ولا في دماغه. واحد من رجاله الوزير بيروح له جري، هو بيقول له مصيبه يا ريس، ابنك ارجون وهو بيجري ورا سانجاي ما بينصدم، وطبعا اسم الشرطه بيتقال. واحد من رجاله سانجاي بيقول له يا ريس انت ليه مورط نفسك في الحوارات دي كلها؟ لو في ايديك حاجه تعملها للناس الغلابه ما تدخلكش في حوارات اعملها، مفيش خلاص ما تعمل، ليه مدخل نفسك في المشاكل دي كلها؟ بيقول له طيب انا راجل قادر وبعرف اجيب حقي من بق الاسد، تخيل لو انا راجل ضعيف وفي اللي اقوى مني كل حقي، يبقى خلاص حقي ضاع. ما هو انا بحط نفسي مكان المواطن الضعيف اللي ما بيقدرش ياخد حقه من الحيتان الكبار. انا مش هسيب الناس الغلابه، وكل ما هلاقي حد في مشكله هقف جنبه وهخرجه منها حتى لو كان التمن موتي، انا كده مرتاح. الوزير بيتصل بيه، هو بيقول له يا سنجاي انت شايف نفسك كده اسكندر؟ شايف نفسك العادل اللي بيجيب الناس حقوقها وبتدافع عنهم؟ ليه قتلت ابني؟ اعمل لك ايه علشان تقتله؟ بيقول له موت ابنك قضاء وقضاء، ابنك كان عايز يقتلني ولكن انا ما كنتش عايز اقتله. معرفش رجالتك قالوا لك ولا لا، بس هو اللي قتل نفسه. بيقول له انت جيت مومباي علشان تحقق حلم مراتك وتعالج الناس الغلابه، انا بقى هعالجهم علاج ابدي وهريحهم من تعب الدنيا، وحياة امي ما هخلي حد فيهم معايا، وريني ازاي هتمنعني. بيقول له اولا البقاء لله في ابنك، ثانيا ما تهددنيش لانك مهما قلت كلامك ما يشغلنيش، انا بتمنى انك تسامحني، والظاهر كده من حرقه قلبك على ابنك مش هتسامحني. انا كنت راجع على البلد ولكن طالما عايز تلعب هرجع لك تاني. وفعلا بيشاور لواحد من رجالته، بيسحب سكينه القطر وبيوقفه، بيرجع له تاني. في الوقت ده المنطقه اللي فيها الناس الغلابه واحد منهم برضه موت بسبب دخان الزباله. الراجل ده بيروح لهم، هو بيقول لهم حرام عليكم ما حدش يرمي زباله هنا تاني، ولكن ابن الهرمه ده بيضربه، بيكون خلاص هيقع على الارض، ولكن بيسندوا الشلاط الكبير الكذاب المثير سانجاي. بيقول له روح يا عم وسيبهولي. ابن الهرمه بيقول يا رجاله سيبوا اللي في ايديكم وتعالوا نشوف عنتر ده نافش ريشه ليه. كلهم بيسيبوا اللي في ايديهم ورجاله سانجاي بيستعدوا. بيشاور لهم لا سيبوا لي الطلعه دي. ابن الهرمه بيحط ايديه على كتفه وهو بيفضل يزق فيه بالكوريه، هي واحده بيرجعوا على البريك. كلهم بيجوا جري عليه، بيجهز نفسه وبيرقصهم كلهم باليه. اللي بعديه حصل اللي قبليه، انا مش عارفه صديقي ازاي ولكن بيرفع الحديده دي بيرميها عليهم، بتجيب 5 6 على الارض. واحد منهم بيقع على سن جزمته، بيرفعه بيلفه مرتين 3 في الهواء. حماده برضه بيجي جري عليه من ظهره ولكن بيضرب كاوتش الجرار ده بيرجعه عليه مرتده. الكدب بالراحه يا عم الحاجه. بيقلع الضرفه دي هو بيكمل عليهم كدبه هيجان، مش شايف حد قدامه، بيكسر عظمهم والرجاله بياخدوها جري من المكان. تاني يوم بيروح يقابل ابو نيشه، بيقول له انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابني، انت ربنا بعتك لينا نجده. بيقول له ايه اللي وصل بنتك للحاله دي يا عم؟ بيقول له بتحب واحد عصبي، الواد بيقل ادبه عليها وبيضربها، قلت لها كتير يا بنتي بعيدي عنه ولكن مش راضيه، ورحت للواد ده برضه قال لي انا بحبها وهي بتحبني، بس مفيش حد يا ابني بيضرب حد يأذيه وانا خايف اضغط عليها حالتها تسوء اكتر. الوقت ده الوزير بيخلي الضابط يجيب العامل اللي باع المتفجرات للارهابي، والوزير بيقول له اسمع يالا انت هتقول قدام الكاميرا ان سانجاي هو اللي باع المتفجرات مش انت، شغل التصوير. بيشغلوا التصوير والضابط بيقول له اعترف ما تخافش يا ابني. بيقول له سانجاي ده انضف راجل، انا اللي بعت المتفجرات للارهابي وده اللي عندي واللي معاكم اعملوه. الوزير بيقول للضابط طيب اللي هيتقال انه اعترف ان سانجاي هو اللي باع المتفجرات للارهاب، وعلشان عارف ان سانجاي هيخلص عليه موت نفسه بنفسه، وابن الهرمه بيروح يخلص عليه. وفعلا بيطبعوا صور لسانجاي وبيلزقوها في كل مكان، واللي مكتوب على الصوره صديقي ارهابي خطير اللي يشوفه في اي مكان يبلغ الشرطه. في الوقت ده سانجاي بياخد نيشه وبيقول لها يا بنتي انت ايه اللي يجبرك تحب واحد بيضربك؟ بتقول له هو عصبي بس طيب وغلبان وبيحبني. بيقول لها لو بيحبك مش هيضربك. بتقول له ده طبع وانا عادي هستحمله. بيقول لها هو فين دلوقتي؟ هروح اتكلم معاه كلمتين. بتقول له في الجيم. بيقول لها طريق الجيم ده فين؟ بتقول له زي ما انت ماشي. بيوصلوا الجيم، بيقول لها استنيني هنا بقى. بيطلع له فوق وبيقول له عاش عليك يا واحد عضلاتك مجننان. بيقول له مين الروش بقى؟ بيقول له صاحب نيشه. بيقول له احنا خلاص فرحنا قرب هبقى ادي لك دعوه. بيقول له انت عارف انها عملت زرع قلب وانت طبعا عارف مريض القلب ده ما بيستحملش حد يزعق له او يضايقه او يزعله، ما بالك انت بتضربها. بيقول له انت مالك ولا عايز نعمل فيك زي ما بعمل فيها؟ كابتن الجيم بيشوف الصوره اللي الشرطه نشرها وبيروح له وبيقول له انت بتزعق ليه يا استاذ؟ انت واحد ارهابي والشرطه بتدور عليه، استنى هتصل بيهم. بيمسك ايديه هو بيقول له خليها عليا ما تتعبش نفسك. بيضربه بالايد الثانيه بيصدها وبيقول له مش علشان كابتن جيم مش هتلاقي اللي صدها، انا ما لعبتهاش قبل كده بس هلعب في وشك البخت النهارده. وهي تشويحه
وبيسحب الايد بيرمي الاتنين على الارض، وبرضه مش عارف ازاي يا صديقي. الشرطه بتحضر في المكان وبرضه مش عارف ازاي بالسرعه ده يا صديقي. المهم ولا بيهزه، اللي بيقرب منه بيعزه، وحبيب نيشا بيقوم له تاني، هي واحده على الارض بيجزه، والكابتن بيقوم له تاني هيجان، ولكن هي واحده بيجيبه على عربيه الشرطه تحت. بينزل لنيشا بتقول له ايه اللي حصل ده؟ بيقول لها دي صاله زباله كلها مجرمين، لقيتهم بيضربوا في بعض فوق، خفت ونزلت بسرعه. بتقول له طيب حبيبي كويس؟ بيقول لها ما تقلقيش عليها هيتصل بيكي، وبياخدها ويمشي. بيوصلها على البيت وبيرجع على المنطقه. واحد من رجالته بيقول له الشرطه قلبت الدنيا عليك قرايب، بيقول له انك انت اللي بعت المتفجرات للارهاب. وهاب قوه من الشرطه بتحضر في المكان. بيقول له بص احنا مش عايزين مشاكل قدام الناس، الكل فاكرك دكتور، هو مفيش دكتور بيهبد الهبد اللي انت بتهبده، سيبني انا همشيهم. بيروح للظابط وبيقول له ازيك يا فندم؟ بيقول له ازاي؟ بيقول له ليه بس كده يا فندم؟ هات الشنطه اللي عندك يا درام. بيجيب له الشنطه بيفتحها للظابط اللي بمجرد ما بيشوف اللي فيها بيتداوى. بيقول له خلصان، سنجاي ده احسن راجل في الدنيا، وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده الظابط بركاش بيلم شويه بلطجيه، وبيقول لهم اللي هيجمع سنجاي له مكافاه خاصه من الوزير، مليون ربيع. بيرجع على البيت وبيقول في التليفون زي ما بقول لك هات يا عم 100 200 راجل، واللي هيعرف فين مكان سنجاي هياخد مليون ربيع. يا عم خليها 2 مليون، يلا سلام. سنجاي بيكون قاعد على مكتبه وبيقول له ليه المصاريف دي كلها؟ بينصدم، بيقوم له هي لفه بيجيبه على كتفه، بيقول له انت قاعد بره بتدور عليا وانا بقالي ساعتين 3 مستنيك في بيتك، مش قلت لك كل ما هتفكر فيها هتلاقيني في وشك؟ وهي واحده في الثانيه بيرميها على الارض. بيقوم له تاني من على الارض بيكسر وشه بيكون خلاص هيقع، ولكن بيمسك ايديه وبيقول له تسلم يا معالي الباشا، انا مش عارف اشكر ازاي حضرتك على الخدمه دي، هي دي مرات وابن حضرتك؟ اسمك ايه يا عسل؟ بيقول له لكي. بيقول له ربنا يخلي لك ابوك، راجل طيب هو بيحب يساعد الناس. اسمع يا بركاش انت راجل معاك عيل، ولكن انت في شغلك بايظ، باين نضيف من بره ولكن من جوه مش نضيف، ومسير اللي جوه يظهر بره. تخيل ابنك هيكون شكله ايه قدام الناس هتذل وتبهدل فيه، وكل ده هيكون بسبب نصيحه مني ليك، زي ما انت نضيف من بره خليك نضيف من جوه. مع السلامه يا فندم. هو بيسيبه ويمشي. تاني يوم الصبح